تخيل معايا كده تفتح تابوت ملك فرعوني وتكتشف اكتشاف عظيم، وبعدها الفريق اللي كان معاك وقت الاكتشاف يموت واحد ورا التاني، لدرجة ان الصحف ساعتها وصفت انها اللعنة الحقيقية، وهي لعنة الفراعنة. يا ترى دي خرافة ولا فعلا في حاجة مدفونة من وقت الفراعنة بتسبب لعنة للي يفتح المقبرة؟ سنة 1922 عالم آثار اسمه هوارد كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ آمون، وتقريبا دي المقبرة الوحيدة اللي في القرن العشرين اللي لقوها بكامل كنوزها الموجودة. اليوم ده اتوصف انه اعظم اكتشاف اثري في العصر الحديث في القرن العشرين، بس من اللحظة اللي اتفتح فيها التابوت تبدأ الكوارث. الراجل اللي مول الاكتشاف اسمه اللورد كارنارفون مات بسبب لدغة ناموسة سامة. بعد الاكتشاف فجأة نور القاهرة كله قطع ومحدش فاهم حاجة. بعدها بشوية الطبيب اللي فحص الموميا مات ومحدش عارف مات ليه. ده حتى المساعدين اللي كانوا معاه وقت فحص الموميا برضه ماتوا ومحدش عارف ليه، لدرجة ان الجرايد وقتها قالت انتقام الفراعنة. ناس قالت مفيش لعنة فراعنة ولا حاجة، هي المقبرة مقفولة بقالها اكتر من 3000 سنة. لما تيجي تفتحها طبيعي يكون فطريات موجودة، طبيعي يكون كائنات موجودة، طبيعي يكون في بكتيريا موجودة، وهو ده اللي ادى ان يحصل فيه غازات سامة تقضي على كل اللي موجودين وقتها، او بالاخص اول من دخل الغرفة. بس برضه في حالات تانية ماتت من غير سبب منطقي زي الدكتور والمساعدين اللي كانوا معاه. السؤال هنا، هل دي صدفة ولا فعلا المصريين القدماء كانوا كاتبين تحذير لأي حد يفتح المقبرة، لأن هم طبعا كانوا مؤمنين بالحياة الأبدية وكانوا خايفين من لصوص المقابر؟ دلوقتي أصبح فيه رأيين: رأي العلماء اللي بيقولوا فعلا مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة، وكل دي غازات سامة وكل دي فطريات، أي حد يدخل أي مكان مقفول بيصيبه الفزع أول حاجة، تاني حاجة الفطريات بتولد غازات سامة فيؤدي إلى الوفاة. أما الرأي التاني بيقول إن الفراعنة تقدر تعمل كل حاجة عشان تحافظ على حياتها الأبدية، فممكن تعمل سحر وأكتر من السحر. ولو وصلت معايا لحد هنا وعجبتك القصة ما تنساش حكاياتنا كتير، واستعد للحلقة الجاية.